السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من التنوير، وهذا ذنون عبد الرحمن يحييكم. سمعنا في الأيام السابقة عن إحراق ميليشيا الدعم السريع للدار السودانية للكتب، وهي بتمثل إرث حضاري وعلمي كبير جدا. وبعد يوم أو يومين ظهر واحد من إعلام ميليشيا الدعم السريع في فيديو وحول مجموعة من الكتب بينفي إحراقهم للدار السودانية للكتب. وطبعا إعلام الميليشيا عنده سياسة، وهي إنه بيقوم بإطلاق الشائعة وبعد يومين وبعد ما يتداول الناس بيخرج وبينفيها لخلق نوع من البروباغندا السياسية والعسكرية بغرض نشر الدعاية. وأنا هنا عندي رسالة أحب أوجهها لمنسوبي الدعم السريع وإعلام الميليشيا على وجه الخصوص بخصوص الدار السودانية للكتب، بغض النظر عن صحة خبر إحراقهم لها من عدمه. طبعا منسوب الدعم السريع نشر فيديو، حنسمع جزء من الفيديو وبعد ذاك نجي نواصل كلامنا. الشعب الجميل، الشعب الكريم، الآن أنا سعيد جدا أنه أكون متواجد في دار السودان للكتب، وهذا من فضل ربي. وأشاهد قوات الدعم السريع ما شاء الله باسطين السيطرة تماما. أولا سؤالنا لمنسوبي وإعلام الدعم السريع، يعني شنو الدار السودانية للكتب؟ ويعني شنو ثقافة وقراءة وحضارة وعلم؟ الدار السودانية للكتب يا عزيزي يعني إرث حضاري وتربوي لترسيخ القيم والأخلاق والمبادئ. لا، تاني مرة، الدار السودانية للكتب يعني إرث حضاري وتربوي لترسيخ القيم والأخلاق والمبادئ. هل تقدروا تقولوا وين كانت القيم والمبادئ والأخلاق لما تم اغتيال الوالي خميس بكر بعد ظهوره بساعتين فقط في فيديو مع قادتكم في مدينة الجنينة؟ وين القيم والمبادئ والأخلاق لما يتم اغتيال الوالي خميس بكر بعد حديثه بساعتين فقط في قناة حول انتهاكات الدعم السريع؟ وين الثقافة من تهجير مواطني الجنينة بأي حجة كانت؟ وهل التهجير القسري من الثقافات الموجودة في الكتب الموجودة في الدار السودانية للكتب؟ وكيف ما قدرتوا تسيطروا على مواطنين زعمتوا انهم بيعتدوا على الوالي خميس بكر، وانتوا بتزعموا انكم مسيطرين على الخرطوم وعلى القيادة العامة وعلى السودان جميعه؟ وانت بتظهر في فيديو يا الجوفاني بتعلن فيه سيطرتك على الدار السودانية للكتب. ما خطر في بالك انك زعمت انك ما قدرت تحمي الوالي خميس بكر من مواطنين عزل؟ وين المبادئ والاخلاق والقيم لما تحتلوا بيوت المواطنين ومساكنهم وتتعدوا على ممتلكاتهم؟ وين القيم والمبادئ والاخلاق ونحن بنشوف قوات من الدعم السريع بتدخل في مستشفى زي مستشفى علي عبد الفتاح وبتقوم بالتعدي على الاطباء والعاملين في الحقل الطبي بالقتل والارهاب؟ وهل تعلم انه الدار السودانية اللي بتتكلم عن السيطرة عليها فيها مئات المراجع عن مهنة الطب واخلاق المهنة؟ وهل من القيم والمبادئ والاخلاق انك تستخدم المستشفيات والمراكز الصحية كثكنات عسكرية لقيادة العمليات؟ افتح اي كتاب في الدار السودانية للكتب متعلق بالعلوم العسكرية، هل بتلقى فيه مبررات لادخال قوات اجنبية بدعوة وتحريض من دولة معادية للوطن؟ يا منسوبي الدعم السريع، انتوا قد تكونوا ما احرقتوا الدار السودانية للكتب، لكنكم قمتوا باحراق مبادئ واخلاق وقيم الشعب السوداني باحتلالكم لمساكن المواطنين ودخولكم في المستشفيات واستخدامها كثكنات عسكرية. انتوا احرقتوا قيمنا واخلاقنا بنهب البنوك واحتلال بيوت المواطنين وتهجيرهم بالارهاب والقتل. وبما اننا بنتكلم عن احراق المبادئ والقيم والاخلاق، فلا بد من الحديث عن الظهير السياسي اللي بيدعمكم، وهو قوى الحرية والتغيير قحط اللي عرف الشعب السوداني وجهها الحقيقي بسعيها للسلطة ولو على أشلاء وجماجم الشعب السوداني. قحط اللي بتمثل وجه العمالة والخيانة، واللي بتجتمع في أقصى ظروف الشعب السوداني مع جهات خارجية في أجندة خاصة بها ما عندها علاقة بالشعب السوداني بغرض الرجوع للكرسي فقط. نحن بنعتبر إنه الدار السودانية للكتب وأي مكتبة عموما عبارة عن قيم ومبادئ وأخلاق لتنمية الوطن وزيادة وعي المواطن. بنعتبر الدار السودانية للكتب إرث يرسخ في العقول العلم والمعرفة والإنسانية، مش سياسة القتل والتشريد والتهجير القسري. وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من التنوير، السلام عليكم ورحمة الله.